السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناة وصفات ناجحة. اليوم غادي نهضروا على واحد المنتج اللي بزاف ديال البنات كيعتمدوا عليه في العناية بالبشرة، سواء بالشعر او البشرة وحتى الجسم، وهو زيت جوز الهند السريلانكي الطبيعي من هيماكي، جودة عالية. وهذا الزيت كيتميز بمكوناته وبكونه مستخلص من جوز الهند بطريقة طبيعية، وكيحافظ لنا على الخصائص المرطبة والمغذية ديالو بلا اضافات صناعيه. وشكل ديالو كريمي واللون ديالو ابيض، وكيذوب بسهوله ملي كيدفى فوق اليد، يعني بمجرد كنحطيه فوق اليد كيدفى لينا وكيذوب وكيخلي لنا واحد الترطيب اللي عميق للبشره. هاد المنتوج مكتوب عليه طبيعي وجودة عالية. وهاد النوع هذا ديال الزيوت السريلانكية كتكون معروفة بالنقاء ديالو والريحة ديالو الطبيعية الخفيفة. هو زيت متعدد الاستعمالات، وتقدري تستعمليه في عدة خطوات في العناية اليومية ديالك. يعني تقدري تستعمليه للشعر، للوجه، وحتى الجسم. هاد زيت جوز الهند راه كيتستعمل حتى للطبخ، ولكن ماشي هاد النوعيه، لان هاد النوعيه هذا مخصصه غالبا للتجميل فقط. المهم، الناس اللي كيعانيوا من الجفاف البشره والتقصف والشعر وتشقق الشفايف وحتى حب الشباب الخفيف كيستافدوا بزاف من هذا الزيت، لانه مضاد للبكتيريا ومرطب ومسكن للالتهاب البشره. كما شفتوا اللون ديالو كيجينا ابيض هكا. الصيف الا كان سخون عندكم الحال راه غتلقاوه بحال الزيت كيدوب، اين فوا كيبرد الحال كيولي هكا ابيض، وإن فوا كيتحط على البشره كيدوب كيولي زيت بحال هاد الطريقه هادو كما كتشوفوا. المهم، زيت هيماجي معروف انه ما فيش مواد كيماويه وما فيش بارابين ولا سيليكون، وهذا كيزيد يعطينا الثقه انه مناسب بزاف للبشره الحساسه والشعر الضعيف. ديجا البنات، هاد الزيت هذا راني شاركته معكم فيديوهات قبل، وطلعوا تبارك الله هذوك الفيديوهات، والناس كانوا كيسولوا بزاف وجاوني تساؤلات بزاف وجاوبت الناس. يعني الاغلبيه هذا الزيت هذا كيستعملوه لانه مفيد بزاف. المهم، كما قلت لكم، انا هنايا بحثت بزاف واش هو طبيعي، واش الجوده عاليه، ولقيت انه اي حاجه سريلانكيه راها طبيعيه وكتكون الجوده ديالها عاليه. وهذا كيبين لنا انه 100% مستخرج بلا اضافات صناعيه. وماركه هيما كما قلت لكم راها معروفه بزيوت نقيه وطبيعيه، يعني حيت ماشي عندهاش غير زيت جوز الهند، عندها بزاف د الزيوت. اما بالنسبه للبنات، لطريقه الاستعمال عنده بزاف ديال الطرق، لان كما قلت لكم كنستعملوا للشعر، كنستعملوا للوجه، كنستعملوا للجسم من مور الحمام. كيتستعمل عده استعمالات. بالنسبه للماكله ماشي هذا، كاين واحد النوعيه اخرى مخصصه للماكله. المهم، بالنسبه للشحوب عفوا للشحوب والتقصف ديال الشعر، يعني كيبان لك الشعر ناشف وكيبقى يتقرد لينا، اش كنديرو؟ كنسخنوا شويه من الزيت بيدك حتى كيذوب، غير باليد، ماشي زعما كديريه في شي بلاصه، غير باليد كدهنيه على الاطراف وكتخليه 30 دقيقه حتى لساعه، وكتغسليه بواحد الشامبو اللي خفيف. اما بالنسبه للحمام زيت يعني للشعر، كدهنيه على كامل الشعر من الجذور حتى الاطراف، ونحاولوا ما نكثروش الزيت بزاف على الجذور باش ما يتسدولناش المسامات. وكنديروا واحد الفوطه سخونه عليه وكنخليوه من ساعه حتى ساعتين، وعاده كنغسلوه بواحد الشامبو اللي خفيف ديما، كنغسلوه مزيان. وزياده اللمعان، زعما الا بغينا نزيدو اللمعان في الشعر بعد الشامبو، خدي نقطه صغيره 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 ودهنيه على الاطراف ديال الشعر، وما ديريش الجذور. ضروري فاش كنغسلوا الشعر كيولي الشعر نقي، ما كنبقاوش نديروا الجذور باش هكا كيخرجوا لنا واحد الزيوت طبيعيه من الجذور من الفروه ديال الراس. بالنسبه لطريقه الاستعمال للبشره، كنديروه كمرطب طبيعي ولا مزيل المكياج ولا ترطيب الجسم. طريقه الاستعمال باش نديروه مرطب طبيعي، كناخذوا كميه صغيره بزاف كدهنيه على وجهك قبل النوم،
وملاحظه ما يصلحش للبشره الدهنيه بزاف واللي كتعطينا البطور بسرعه، يعني كتخرج لنا الحبوب بسرعه. يعني كاينه واحد البشره ديما فيها الحبوب ولا كتخرج الحبوب دغيا، هذيك ما تستعملهاش. والبشره الدهنيه بزاف حتى هي، حيت تقدر تسد ليها المسام وما يقدروش ما يلقاوش هذوك الدهن من يخرجوا، وغادي يخرجوا على شكل حبوب. اما بالنسبه للبنات، المزيل المكياج كديري شويه على واحد القطنه وكتمسحي بها وجهك والمكياج ديالك كامل، من بعد غسلي بجيل نيطويون اللي يكون لطيف على البشره ديالك. اما بالنسبه لترطيب الجسم كنستعملوه بعد الدوش على البشره الرطبه، يعني البشره ما تكونش ناشفه بزاف، كنشوي شويه كنخليو فيها شويه ديال الماء وكنديروا ليها الزيت. كوني اكيد راه غتعطيك واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وحتى البقع اللي كيكونوا في الجسم ما كيبقاوش، لان الجسم معروف كيكونوا عندنا واحد البلايص كحلين، هذوك البلايص غير ما مرطبينش، الا كنتي كترطبيهم ما كتبقاش هذيك الكحوليه. كيعطي واحد النعومه غير عاديه صراحه. اما بالنسبه للاستعمالات اللي نقدروا نستعملوه من غير هذا، كيعالج لنا تشقق الشفايف، يعني اللي عنده الشفايف هكا كيتشققوا كديريه ليه، وكينعم لنا الكوع والركب، يعني ديال الرجلين واليدين، ومفيد بزاف الحواجب والرموش. كنحطوا نقطه صغيره وكنمسحوا بها الحاجب ديالنا والرموش. ورائع عاوتاني الماساج لانه كيذوب بسرعه وكيريح العضلات، كيعالج لنا الالتهابات البسيطه والحروق الخفيفه. يعني الا كانت عندنا غير واحد البشره اللي متهيجه شويه، فيها شقوق ولا فيها شقوق او فيها هذاك المشك كما كنقولوا، كتستعمليه شويه على البشره والله الا كيمشي داك المشك. شتي غير في هاد الفتره اللي حنا فيها ديال البرد راه مفيد بزاف للترطيب، كيضغط لينا البشره بواحد الدرجه ما تتصوروهاش. ولكن كما قلنا البشره الدهنيه اللي فيها الحبوب والبشره الدهنيه اللي ما فيهاش الحبوب اللي كيظهروا ليها الحبوب دغيا، من الاحسن تعطيه اتساع. المهم كان هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، نتمنى يعجبكم. من الاعجاب ديالكم انا راه ديجا في بدايه القناه ديالي في 2019 درت لكم فيديو وما شاء الله هذاك الفيديو طلع والناس كانوا كيسولوا عليه بزاف، ورا الاغلبيه ديال البنات والعيالات راه كيستعملوا هذا المرطب هذا، لانه واحد المرطب لا طبيعي 100%، ما يقدرش يسبب لك شي حاجه خايبه. تقدري تستعمليه للجسم كله، الشعر، الاطراف، الكوعوب، الكوع كما قلنا بزاف، البشره كتحيدي به الماكياج، ديريه لشعرك، ديريه مرطب لشعرك وغتستعملوه والله ما تستغناو عليه. هاد البواطه هادي كدير 40 درهم. وهذا كان هو هذا الفيديو تاع اليوم، نتمنى يعجبكم. من الاعجاب ديالكم البنات ما تبخلوش عليا بالانضمام في القناه وديروا جيم وخليو لي لي كومونتير ديالكم، لاي تساؤل مرحبا، ولاي استعمال ما عرفتيش كي تستعمليه مرحبا نجاوبك في الكومونتير. بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. وكما شفتوا راه مكتوبه في حلال، حيت كاين بعض من الناس كيقولوا راه يقدر يكون فيه شي حمض الحلوف ولا شي حاجه، لا ما فيه والو. هذا زيت جوز الهند طبيعي سريلانكي طبيعي 100%. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. باي باي.